في اليوم الأخير من ثانوية عامة في آخر السنة من تانية ثانوي عام، صاحبنا اتضرب بمضرب بالبيسبول، المضرب بتاع البيسبول في دماغه. كان صاحبه بيلعب بالمضرب في الملعب وكان بيلوح بالمضرب، ففلت من دراعه وخبط في زميله فكسر له مناخيره، اغمى عليه. لما صاحبه صحي وبدأ يفوق كده ويسند نفسه كده ويفوق، لقى صاحبه بيسنده، فبيبص تحت منه لقى فيه دم نازل على الارض على القميص بتاعه، قطرات دم. فمبقاش فاهم فيه ايه، فمع كذا حد كان بيساعده وبيسنده، وواحد قلع على القميص بتاعه واداهوله عشان خاطر ان هو يحط في قلب المكان مناخيره عشان الدم اللي نازل. فهو مرتبك ومخضوض، وفي نفس الوقت الخبطة مش فاهم ايه اللي حصل بالظبط. فمدرسه شافه وهو مخبوط كده ودماغه بدأ يبقى فيه ورم في الدماغ، وبدأ الموضوع مبقاش لطيف خالص. المضرب عامل كسر في المناخير وما بين العينين، وبقى فيه كسر في الجمجمة، فأصبح فيه قطرات دم كتير. فبقوا مسندينه واحدة واحدة من بيخرجوا من أرض الملعب. وبعدين وهم أول ما دخلوا مبنى المدرسة لاحظ إن في كذا إيد بتساعد من إيد لإيد، على اعتبار إن هم ماشيين براحتهم خالص لحد ما وصلوا لمكتب الممرضة. وهناك بتسأله أنت في سنة كام دلوقتي؟ فرد إجابة غلط. وبعدين سألته تاني رئيس الدولة اسمه ايه؟ فجاوب برضه إجابة غلط. وبعدين سألته والدك اسمه ايه؟ بعدها ب10 ثواني جاوب، ولكن بعدها راح في غيبوبة خالص.